بنتكلم في مخ واعصاب الاطفال واضطرابات النمو والتطور عن حاجه اسمها فرط حركه ونقص انتباه. سمعناها كتير بس عاوزين برضو نفاجئكم بمعلومات جديده المره دي. ازاي؟ فرط حركه، اندفاعيه، نقص انتباه. قلنا 3 كلمات. بصوا يا جماعه، ايه مشكلها؟ ده حاجه اسمها خلل كيميائي عصبي موجود في المخ، طلع الى سلوكيات سيئه، النتيجه كانت مشاكل في الدراسه. العلماء والدكاتره قعدوا يعملوا ايه؟ احنا عاوزين المشاكل الدراسه دي نشيلها ازاي؟ رجعنا خطوه لورا، قلنا لا، لازم المشاكل اللي الطفل بيعملها والسلوكيات السيئه دي نمنعها ازاي؟ رجعنا لورا وقلنا لا، المشكله في المخ. المفاجاه اللي عاوز اضربها النهارده واقولها لسيادتكم، اول نقطه، مشاكل السلوكيه بقى لها علاج دوائي. ازاي ده؟ انا بسرق، انا بتنطط، انا بجري احنا عارفين دايما ان هي العلاج علاج سلوكي في مراكز التخاطب وتعديل السلوك. لا، هي دلوقتي مرتبطه بعلاج دوائي يعادل كيمياء المخ وكهرباء المخ ومعها التاهيل بتاعنا. طيب، يعني ايه اندفاعيه؟ يعني ايه فرط حركه؟ يعني ايه نقص انتباه؟ بصوا يا جماعه، فرط حركه يعني شقي. لا، دي كلمه غلط جدا. يبقى كده كل الاطفال اشقياء عندهم مشكله؟ لا لا لا، في فرق كبير. تقدري تميزي ده عن ابنك ازاي؟ ابنك الشقي شقاوه طبيعيه، اسكت يا هشام، اسكت يا رهف، اسكت يا عمر، يسكت وياخد جنبه ويخاف من بابا ومن ماما، وبعد كده يكررها بعد يوم او 2 او بعدها ب5 6 ساعات. صاحبنا بقى اللي هو عنده ADHD او فرط حركه، ده ايه نظامه؟ ملول، ما عندوش الطاقه انه يصبر اساسا، ما يقعدش لمده دقيقه او دقيقتين في الديسك بتاعه. خراب مستعجل، زنان، دبانه في البيت، قرد في البيت، ما يقدرش، مش عنده الطاقه، مش قليل الادب، بس عنده الاشارات، المخ بتدي اوامر كتير جدا ومتتاليه. الشخص ده مندفع، يعدي الشارع معاك عاوز يعدي بسرعه، ممكن العربيه ما عندوش اي ادراك ان ممكن العربيه ممكن تصيبه، وانا بتكلم معاه وبساله سؤال ما بيقاطعني، يعني الام بتتكلم في التليفون يقاطعها، ما عندوش طاقه انه يصبر. الطفل ده عنده نقص انتباه، يروح المدرسه مش قادر يستوعب، مش قادر ياخد التحصيل بتاعه، في حين ان هو ذكي جدا في الخراب. دايما بقول للام لما بتجيني العياده، ابنك عنده ذكاء عالي في الخراب، ضعف جدا في اكل عيشه اللي هو في الدراسه. طيب هو غبي؟ لا، مش غبي، بس المفاجاه اللي انا عاوزين نقولها تاني، هم 3 انواع. طفل عنده فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه، ال3 زي بعض، فبنقاسهم، بنقول هو عنده كام كيلو من ده، كام كيلو من ده، كام كيلو من ده، وبنركلها على جنب ونبدا نعالجه بيها بالادويه والسلوكيات. طفل عنده اندفاعيه وفرط حركه بس والانتباه بتاعه عالي جدا. المفاجاه بقى اللي عاوزين نقولها، طفل هادي وعنده نقص انتباه بس، وبنقول عليه عنده فرط حركه ونقص انتباه. ركزوا معانا، دي المفاجاه اللي عاوزين نعرضها. ساعات بشخص طفل هادي عنده حاجه اسمها فرط حركه ونقص انتباه، مع انه ما بيتحركش من مكانه، بس هو عنده النوع الثالث اللي هو نقص انتباه بس. دي احد انواع فرط الحركه ونقص الانتباه بتاعنا. ده بنزود الادراك بتاعه، الحسي والسمع والبصري بتاعه، وبتزود ادراكه وطريقه التعامل مع الاخرين بتاعه عشان انتباهه يبدا يزيد. طيب العلاج ايه؟ دوائي بس؟ لا، مش بس طبعا، مفيش الكلام ده خالص. العلاج متكامل، دكتور هيكتب دواء، مهدئات، كارثه. نقف هنا وقفه بقى. هو النقطه دي مهمه جدا يا جماعه. الطبيعي والمتعارف به قديما ما بين الدكاتره وبين المرضى ان ابني بيهايبر، فهنا في عفاريت. ركزوا معايا، ابني في مخه عفاريت فهديله مهدئ عشان العفاريت دي تهدى. دي جريمه. فاكرين لما كنا بنقول ابني كبر وعقل؟ حلو قوي. يعني ايه كبر وعقل؟ المشكله عند الطفل ده احنا فهمناها غلط. المشكله مش ان هو عنده عفاريت، المشكله ان هنا في مركز اللي مسؤول عن الحركه اللا اراديه خملان. تاني، انا بتنطط كتير عشان المركز الوعي والادراك بتاعي ضعيف، فمش قادر يمسك لي حركتي. بدليل انا بتكلم معاكم دلوقتي باتزان، قاعد كويس، ما بعملش حاجه. طب وانا صغير كنت بتنطط على الكرسي، فلما كبرت المركز الوعي والادراك خلاني اقعد عشان الناس ما تقولش عليا حاجه كويس وحشه. يبقى الطفل ده محتاج تنشيط للمركز الخملان المسؤول عن الحركه العشوائيه، عكس ما احنا الناس فاهمه وندي مهدئات. طب المهدئ علاج؟ لا طبعا، المهدئ بنديه عشان نكتف الطفل عشان نستفيد بتنشيط المخ. يبقى الطفل ده محتاج ننشط مخه عشان عنده حاجه خملانه، والمهدئات مش علاج خالص. هنستخدم الاكل والشرب، ممنوع مكسبات طعم، ممنوع تلفزيونات، ممنوع توتر او قلق.